مرحبا بكم في الذكاء الاصطناعي بالدارجه. الذكاء الاصطناعي فيه بزاف ديال الانواع، وكل واحد فيهم عنده طريقه خاصه كيفاش كيخدم. اليوم غادي نشوفوا شنو هو الفرق بين الاي اي والماشين ليرنين والديب ليرنين، اي الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي والتعلم العميق. في هذا الفيديو غادي نشرحوا الفرق بيناتهم بطريقه سهله وبالدارجه كيف ما ديما وبامثله من حياتنا اليوميه. قبل ما ندخلوا في الانواع، شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو اي نظام ذكي كيعرف ياخذ قرارات وينفذ مهام بحال البشر. مثلا دابا كاينين سيارات كيتوقفوا بوحدهم ملي كيحسوا بالخطر بلا ما يحتاج داك اللي كيسوقهم يدير حتى شي حاجه. هذا النوع من التكنولوجيا كيعتمد على مجموعه من القواعد المبرمجه مسبقا باش يدير الخدمه ديالو. ولكن باش الذكاء الاصطناعي يتعلم ويتطور مع الوقت، كاين فرع اخر من الذكاء الاصطناعي كيتسمى التعلم الالي او الماشين ليرنين. هذه التقنيه كتسمح للالات تتعلم من البيانات بلا ما نبرمجوها بشكل مباشر، وكيدوز من ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى اللي هي جمع البيانات، والمرحله الثانيه اللي هي التدريب، والثالثه والاخيره اللي هي التنبؤ. مثلا في التطبيقات اللي كتكمل لك الهضره والكتابه في التليفون ديالك ولا في البيسي، هاد التطبيقات كتبدا كتلاحظ الكلمات اللي كتكتب بزاف وكتبدا كتقترح عليك الكلمات والتكمله ديال الجمل بناء على هذاك ليستوريك وهذيك الكلمات اللي كنتي كتكتب بزاف. فهمنا؟ ودابا كاين واحد المستوى اللي هو اكثر تقدما من التعلم الالي، اللي هو التعلم العميق او الديب ليرنين. الفرق هو انه التعلم الالي كيحتاج تكون عنده هذه البيانات والمعطيات واضحه باش يتعلم منها، ولكن التعلم العميق كيستعمل الشبكات العصبيه بحال المخ ديال البنادم، وكيقدر يستنتج ويكتشف معلومات جديده بوحده. مثلا التطبيقات اللي كتعرف شكون كيهضر في الصوتيات وكتحول الرسائل الصوتيه لنصوص مكتوبه. هذه التكنولوجيا كتستعمل التعلم العميق باش تفرق بين الاصوات وتكتب الكلام بدقه. دونك دابا الفرق بيناتهم راه بسيط. الذكاء الاصطناعي هو المصطلح العام او اللي كنقولوا المظله اللي تحت منها كاع هاد التقنيات كاملين، والتعلم الآلي هو طريقة باش الذكاء الاصطناعي كيتعلم من البيانات، والتعلم العميق هو مستوى آخر أكثر تطورا كيعتمد على الشبكات العصبية بحال بنادم وبحال المخ ديال بنادم باش يتعلم. مثال حي الكاميرات الذكية اللي كتعرف واش كاين شي حركة مشبوهة باستعمال الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات اللي كتعرف الأصوات المختلفة باستعمال التعلم الآلي، والأنظمة المتطورة اللي كتعلم كيفاش تميز بين الأصوات البشرية وتكتبها كنصوص اللي كتستعمل التعلم العميق. ودابا عرفتي الفرق بين هاد ثلاثه د الحوايج اللي هما الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق. قول لنا في التعليقات شنو هو النوع اللي كيعجبك فيهم، وشاركنا حتى نتايا، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. السلام عليكم وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.